449 عن الأعمش يقول إلى أن يقول عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أحلف 9 إن رسول الله قتل قتلا، يعني يلاحظ المشاهد الكريم هذه العبارة، يقول: لأن أحلف 9 إن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف 1 أنه لم يقتل، وذلك لأن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. يفسر معنى الشهادة ليس بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله فقط يشهد على الأمة، بل أن النبي مات مقتولا. هذا عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، وهذا ابن كثير الذي ذكره في السيرة النبوية. أيضا وقال الشعبي كما ذكره الحاكم في المستدرك الجزء 3 صفحة 60 من علماء السنة، قال: والله لقد سم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من الذي يجرأ على أن يسم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه امرأة يهودية سمته سنة 9 للهجرة أو 10 للهجرة مع البراء بن معرور، وأنا ما أتصور أنه في ذلك الزمان يصل التطور العلمي لديهم بأن السم بإمكان أن يبقى في جسد المريض سنة كاملة ثم يموت بعد 2 سنين، أنا ما أتصور يصل. طيب، وهنالك نص يذكره البخاري في صحيحه، وأتمنى من كل المشاهدين أن يتأملوه، في الجزء 7 صفحة 17، ومسلم في الجزء 7 صفحة 24: وقالت عائشة: لددنا رسول الله في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لده، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. أولا، معنى اللد أي وضع الدواء في فم المريض عنوة وقهرا. الغريب أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلغ قبل أن يصاب بالحمى. النبي من عادته صلى الله عليه وآله كثير الحمى، دائما يمرض، فلما أحس بمرضه أصدر قرار رئاسي، بل قل قرار نبوي، أن لا يوضع له دواء إن غشي عليه. وهذا ليس بكلامي، كلام ابن الجوزي في كتابه الطب النبوي، ابن القيم في كتابه الطب النبوي الجزء الأول صفحة 66 يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول قد أمر من في الدار بأن لا يلدوه ولا يجرعوه أي دواء مهما كان، إذ روينا أنه قال لهم بعد سقه إياهم ذلك الدواء: ألم أنهكم ألا تلدوني. يعني النبي قبل كل شيء قرر وأمر كل من كان في الدار من نسائه أن لا يضعوا في فمه أي دواء. طيب، لماذا خالفت المرأة النبي صلى الله عليه وآله ووضعت في فمه الدواء وتعترف بأننا لددنا رسول الله؟ يعني مو فقط هي، الظاهر معها جماعة وضعوا الدواء عنوة في فم النبي صلى الله عليه وآله. طيب، لما استفاق النبي لماذا أمر بأن يلد جميع من كان في الدار؟ يعني يوضع هذا الدواء في أفواههم. يعني النبي خاف من خطر كبير ألا وهو السم، خاف من خطر التصفية والاختيان. ما الذي حدث بعد أن وضعوا ذلك الدواء في فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكرها؟ ابن سعد في كتابه الطبقات جزء 2 صفحة 349 يقول: فلما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله المرض فحمى وصدع. يعني بدأت درجة حرارة النبي صلى الله عليه وآله ترتفع، وبدأ لديه صداع عنيف. وكانت أم البشر ابن البراء قالت: ما وجدت مثل هذه الحمى التي عليك على أحد يا رسول الله، كما يذكرها صاحب الطبقات. يعني أم البراء ماذا، أو أم البشر، تقول لرسول الله لما وضعت يدها على يده: لم أجد هذه الحرارة على بشر من قبل يا رسول الله. وهذا يدلل على عمق وعلى كبر ذلك السم الذي وضع للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ تدري يتفاعل بجسمه الشريف، إلى أن فيما بعد المشاهد الكريم فليعلم قضية، أنه بداعي العلاقات العائلية أبعد الإمام علي عليه السلام عن حراسة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أنه العائلة تريد أن تأخذ ليلتها من النبي صلى الله عليه وآله. في تلك الليلة وضع السم لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فلما أفاق النبي قال: ادعوا لي أخي، فأتوا إليه بالأول قال لا، أتوا إليه بالثاني قال لا، عندها قال: ادعوا لي أخي عليا، فأتى أمير المؤمنين، رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بتلك الحالة. هذه القضية الآن قضية القتل الخفي لرسول الله انتهت، لازم تتزامن مع شنو؟ مع تغييرات واستعدادات لوجستية وأمنية واستخبارية إضافة إلى العسكرية. ومن هنا نجد أن المدينة كانت في حراك. أسامة
الذي خالف وصية النبي صلى الله عليه وآله عسكر بالجوف أو الجرف على بعد ميلين تقريبا 3 كيلومتر مع كبار الصحابة، عادوا إلى النبي بحجة أن يخافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.